السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى منزل لكم فيديو بتاع فندق دوما مرسى مطروح تبع شركة الرخف. تمام، نقول لكم الأسعار ونقول لكم ايه الميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعت القناة، وما تنسوش كده تكتبوا لنا تعليق جميل كده عشان نعمل لكم كمان فيديوهات تانية. واحنا زي ما انتوا عارفين احنا مش تبع الشركة، احنا بننزل لكل الشركات اللي عاملة عروض او عاملة تصفيات كويسة اوي. فالنهاردة ان شاء الله مع شركة الرهف دي الاسعار في الفترة من 1/7 لغاية 10/9. تمام، 4 ايام فطار وغدا، 5 ايام برضو في فطار وغدا وفي بالفطار بس، وفي 6 ايام فطار وغدا بالفطار بس. دي الشقق الثنائي والثلاثي والرباعي والأطفال. وده الكرسي لأقل من 6 سنين. برضو العنوان بتاع الشركة. لو انت في القاهرة يعني بتنزل محطة سانت تريز، بتطلع أول ما تطلع من المترو تلاقيها المحطة على طول فوق، تلاقي الشركة على طول. أحلى حاجة بقى في فندق دوما ده الشاطئ نفسه. يعني هو على الشاطئ نفسه، وده في شاطئ للفندق دوما بس، اهو بص شاطئ خاص مجانا بالشمسية والكراسي. طبعا احنا كنا عملنا لكم كذا فيديو، وهو طبعا في منطقة الفيروز. برضو كانت في ناس بتسألني على رحلات اليوم الواحد. ده الريف العربي 425، وده افريكانو اسكندرية 450، وده وادي الريان 250، واللؤلؤة السخنة ب300. اللؤلؤة السخنة بيتحرك الباص الساعة 5. بتبقى باصات مكيفة بتخش الشاطئ اللؤلؤة السخنة. شاطئ جميل قوي، وكمان بتبقى فيه برضو من ناس من عساكر من الجيش بتبقى واقفة على البحر طول اليوم عشان الأطفال وكده. والمية بصراحة في السخنة برضو حلوة قوي. الشاطئ جميل جدا، الحمامات نظيفة، دخول الأكل تمام، كل حاجة تمام ما عدا دخول أي بس آلات حد أو كده. بجد رحلة جميلة قوي، واحنا اتبسطنا فيها وعملنا برضو رحلة عليها. وادي الريان برضو هي بتنفع بتبقى في الشتاء أحلى عشان خاطر هي صعبة أوي درجة الحرارة هناك. في برضو الإسكندرية ب200، وبورسعيد وبور فؤاد ب200. اسكندرية برضو جميلة قوي، بيوديك وبيبقى سايبك برضو طول اليوم. امال في بورسعيد بيعديك المعدية وبيوديك جبل الملح، وانت بقى براحتك اللي عايز تزور مثلا سوق البالة، سوق السمك. تركب المعدية، السوق التجاري، تشتري بقى من عند علوش، تروح عند يعني في كذا حد كده جميل قوي هناك. وبصراحة انا بحبها جدا بورسعيد. دي راس السدر، ودي راس دي المبيت، ودي اليوم الواحد. ودي الأقصر وأسوان ب2600. ودي نويبع وطابة ودهب. برضه احنا بنعمل فيديو منفصل عن كل حاجة. كل ما تخش الفيديوهات هتلاقي برضه احنا يعني دي جنوب سيناء، ودي شرم الشيخ والغردقة. عايز توقف الفيديو وتشوف اي حاجة. برضه نسيت اقول لكم اللي فيه فرع تاني للشركة في شارع فيصل اعلى البنك التجاري. دي شقق ميامي
ودي مصيف مرسى مطروح. ده بيقول لك بقى في حالة الإلغاء أو التعديل قبل الميعاد ب3 أشهر بيتم فرض غرامة 200 جنيه عن أي شقة. ولو في خلال يعني في خلال 3 شهور من تاريخ الرحلة بيبقى فيه تعديل بتدفع 50 جنيه، يعني لو عايز تعدلها عايز كده. في حالة بقى إلغاء أو تعديل قبل ميعاد الرحلة بشهر بيتم خصم المبلغ كله. في حالة عدم حضور الرحلة فده برضو يعتبر كأنك رحت الرحلة. ودي مبيت بورسعيد وبور فؤاد، دي ب575. دي بتبقى يومين بليلة واحدة. ودي رحلة اسماعيلية ب250. برضو هما بصراحة بيعملوا عروض كتير قوي، وبصراحة بنتبسط معاهم قوي، بس انت لازم تروح تحجز قبليها. يعني مثلا لو انت هتطلع في شهر 8 بتحاول تروح قبليها ب3 4 شهور من كتر الرحلات اللي هي المصايف. اما الرحلات اليوم الواحد انت وحظك بقى، بس الأحسن برضو اللي انت تبدر نفسك، عشان هما رحلاتهم بصراحة بتبقى جميلة قوي. والأسعار بالنسبة يعني دلوقتي هو أفضل سعر بصراحة شركة الرهف. طبعا في كل حاجة فيها عيوب وسلبيات، فاهم، عيوب وإيجابيات. فبرضه أنا لو في أي حاجة برضه اللي عايز يكتب أي حاجة يكتبها براحتكم. و... والفيديو الجاي إن شاء الله هنبقى نعمله لكم عن ميامي. الناس اللي بتسأل على شقق اسكندرية والشقق ايه الميزات بتاعتها وكده، فبرضه الفيديو اللي جاي هنعمله لكم. انا برضه سايبكم وانا بكلمكم عمال اوريكم الاسعار وكده، وده ارقام التليفونات. كان في ناس برضه بتقولي عايزين رقم التليفون وكده. في برضه حجز بيبقى عن طريق فودافون كاش، ممكن بتظبط معاهم وبتحجز عن طريق فودافون كاش. آه ما تنسوش بقى تدعمونا كده، تعملوا لنا لايك واشتراك للقناة كده عشان ننزل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله. ويا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله هنعمل لكم فيديو عن الرحلة اللي جاية. ان شاء الله احنا طالعين السخنة، عاملين رحلة، بس احنا واخدين الباص كله. برضه بيبقى فيه تخفيضات، لو خدت باص كامل بيبقى ليك تخفيضات. وفي نهاية الكلام الحمد لله رب العالمين ومنورين. وبجد مبسوط من كل الناس اللي بتكتب تعليقات حلوة والله.